السلام عليكم. في السيشن دي ومجموعة السيشنز القادمة هنبدأ مع بعض بروجكت جديد. مجموعة الدروس دي هتركز على حاجة مهمة جدا في شغلنا في الديف اوبس اسمها CI/CD. طبعا احنا هنشرح المفهوم ده اكتر خلال الدروس القادمة، لكن اختصارا اللي هو ازاي ناخد الكود اللي عندنا بتاع الابليكيشن بتاعنا ونوصله لمرحلة انه بيتعمل له بيلد وبيتعمل له ديبلويمنت بشكل اوتوماتيك. قبل ما نبدا شغل الاوتوماتيك ديبلويمنت لازم برضو في شويه مفاهيم كده نبدا نتعرف عليها، وفي شويه تعديلات كبيره في السكريبتس بتاعتنا لازم نبدا نعملها ونوصل السكريبت بتاعنا للشكل النهائي. على مدار الكورس وانا بقول لك ان احنا السكريبتس اللي احنا بنكتبها دي هنقعد نعدل فيها كل شويه ونزود فيها حاجات ونغير فيها حاجات لغايه لما نوصل للشكل الامثل ليها. الشكل اللي احنا هنبدا نعمله في مجموعه الدروس القادمه ده الشكل الفاينل بتاعنا. هنبدا في السيشن دي نتكلم على مفهوم مهم جدا وهو الانفايرمنتس. ما ينفعش نبدا كلام عن CI/CD من غير ما نتكلم على الانفايرمنتس. هو مفهوم بسيط جدا، لكن جزء كبير من شغلنا ما كانش كل شغلنا عباره عن ان احنا بنعمل حساب للانفايرمنتس. طيب الانفايرمنتس هي مجموعه الريسورسز المختلفه المستخدمه لتشغيل الابلكيشن. انت ممكن على اكونت الاي دبليو اس الخاص بيك تكون مشغل مجموعه ريسورسز كتير، لكن جزء منها مخصص لتشغيل ابلكيشن معين والباقي بتستخدمه لاغراض اخرى. المجموعه المستخدمه في تشغيل الابلكيشن دي اللي نقدر نقول عليها الانفايرمنت بتاعه الابلكيشن، اما باقي الريسورسز فما بنقولش عليهم اي حاجه. طيب الريسورسز اللي بتشكل الانفايرمنت ممكن يكونوا اي حاجه، يعني دي ان اس ريكورد، اس 3 باكيت، اي سي 2، في بي سي، اي ريسورس ينفع نعمله على اي دبليو اس او حتى مش على اي دبليو اس، حتى لو حاجه عندي اون بريمسز، لان برضو مفهوم الانفايرمنت مش مقصور على الريسورسز الموجوده في الكلاود. وده لان الانفايرمنت ممكن تكون جزء منها موجود على الكلاود سواء امازون او غيرها، وجزء منها يكون اون بريمسز في المبنى الرئيسي مثلا بتاع الشركه. ممكن يكون عندنا جزء مهم مثلا الداتابيز احنا قررنا ان احنا نحطها عندنا مش هنطلعها فوق، فمجموعه الريسورسز اللي عندنا واللي على الكلاود مع بعض دول بيشكلوا انفايرمنت للابلكيشن. طيب ممكن يكون عندنا اكتر من انفايرمنت لتشغيل نفس الابلكيشن، لكن كل انفايرمنت مستقل عن الثانيه حتى لو الريسورسز موجوده جنب بعض في نفس الاكونت لكنهم بيبقوا مستقلين. طيب اللي بيفرق كل انفايرمنت عن التانية ان نسخة الابلكيشن اللي شغالة على انفايرمنت بتشوف فقط الريسورسز بتاعت الانفايرمنت بتاعتها وملهاش دعوة ببقية الريسورسز الاخرى اللي موجودة جنبها. احنا ممكن نقول ان الانفايرمنت هي نسخة من الابلكيشن، لكن الموضوع اكبر من كده، لان الانفايرمنت الواحدة عادي ممكن يكون عليها نسخ متعدده من نفس الابلكيشن، بس هم شغالين مع بعض كنسخه واحده للمستخدم النهائي، زي ما احنا عملنا في الاوتو سكيلينج جروب بيبقى عندنا اكتر من ماشين عليها نفس النسخه، لكن هم مع بعض كلهم عباره بالنسبه للمستخدم النهائي هو نسخه واحده. هو ما يعرفش ان في 3 نسخ شغالين مع بعض، ده هم عشان يساعدوا بعض، انما هم فعلا انفايرمنت واحده ونسخه واحده فقط بالنسبه له. اما في الانفايرمنت المتعدده فما فيش حاجه اسمها لود بالانسنج على انفايرمنتس، يعني لا، ده كل واحده ليها الترافيك المخصوص بيها بالكامل، اللي جاي يتعامل مع الانفايرمنت دي عارف المفروض هي ايه. طيب ايه الهدف بقى من تعدد الانفايرمنتس؟ هل مثلا احنا بنقسم المستخدمين لمجموعات كل مجموعه تستخدم انفايرمنت معينه؟ الحقيقه ده ممكن يحصل فعلا، بس مش ده الهدف خالص من الانفايرمنتس. الهدف الاساسي هو خدمه الديف اوبس لايف سايكل اكتيفيتيز اللي انت شايفها دي. اثناء تطوير وتشغيل اي سوفت وير في مجموعه من الستيك هولدرز بيحتاجوا يشغلوا السوفت وير ده ويتعاملوا معاه. طيب المجموعات دي ممكن نحصرها مبدئيا في الكاستمرز والبرودكت اونرز والكواليتي كنترول والديفلوبرز. كلمه ستيك هولدرز دي كلمه بنقولها دايما على الناس اللي احنا بنعمله ده اصلا معمول عشانهم. طيب خلينا نبدا نتكلم في تفاصيلهم. مين الناس دي اصلا؟ نبدا من الديفلوبرز. دول بيحتاجوا يجربوا الشغل اللي عملوه، وعشان يجربوه محتاجين نسخه كامله من الابلكيشن تكون شغاله بشكل منفصل عن النسخه الخاصه بالعملاء. ينفعش يبقى عندي ابلكيشن وفي عملاء شغالين عليه وانا عندي الديفلوبرز كل شويه بيجربوا نسخ جديده ويحطوا فيتشرز ويشيلوا فيتشرز واثناء ما العملاء شغالين. لا طبعا ده ما ينفعش. حركه زي دي كفيله انها تقضي على البيزنس وتقفل الشركه. فلازم يكون في انفايرمنت مخصوصه للديفلوبرز يجربوا فيها اللي هم عايزينه، وجرت العاده على تسميه الانفايرمنت دي بديف. طيب بعد ما الديفلوبرز بيطلعوا بعض الفيتشرز الجديده او تعديلات على الابلكيشن اللي موجود عندي، لازم يجي فريق الكواليتي كنترول علشان يعمل تيست. برضه ما ينفعش يعمل تيست على الانفايرمنت اللي شغال عليها الديفلوبرز، لان دي انفايرمنت اصلا مش سليمه، يعني هي اصلا مش ستيبل، وكل شويه في ديفلوبر ممكن يكون بيغير فيها حاجه. طيب فبالتالي لازم يكون عندنا انفايرمنت عليها نسخه من الابلكيشن بالتعديلات الجديده
المتفق عليها عشان الكواليتي كنترول يبداوا يشتغلوا عليها براحتهم. الانفايرمنت دي بنسميها كيو سي. طب المسميات دي مش الزاميه، كل حد يسمي اللي هو عايزه، بس دي المسميات اللي موجوده في كل الشركات تقريبا، يعني ما حدش بيحتاج ان هو يغيرها او يسميها اسامي تانية. طيب بعد فتره من الشد والجذب ما بين الكواليتي كنترول وما بين الديفلوبرز بيوافقوا على التعديلات الجديده، لكن التعديلات دي لازم يتم تجربتها من البيزنس اونرز او البرودكت اونرز. وهنا احنا ما نقصدش اصحاب الشركه، احنا نقصد الفريق اللي في الشركه اللي فاهم طبيعه البيزنس اللي احنا عاملين له الابلكيشن. الفريق ده بيبقى حلقه الوصل ما بين الفريق الفني اللي هو الفريق التكنيكال كله على بعضه وما بين الكاستمرز. ده بيأكت از الكاستمرز، هو فاهم السوفت وير ده اصلا معمول ليه، فبالتالي هو بيستخدمه ككاستمر، فبيشوف الحاجات اللي اتعملت الجديده دي تتوافق مع طبيعه اللي الكاستمر محتاجه فعلا ولا احنا عملنا حاجه غلط. على سبيل المثال ممكن يكون عندي ابلكيشن خاص بالحسابات، الاكاونتنج، ففي عمليات حسابيه معينه احنا كديفلوبرز مثلا ما احناش فاهمينها واحنا عملناها زي ما اتطلبت مننا بالظبط، جايه لنا في ريكويرمنتس عملناها زي ما هي. فالشخص البرودكت اونر ده اللي موجود في الشركه ده راجل فاهم حسابات، ده فاهم اكاونتنج كويس قوي، ممكن يكون فاهم سوفت وير من بعيد، يعني فاهم تكنيكال، شغل التكنيكال من بعيد. فالراجل ده بيجي يختبر السيستم من وجهه نظره هو كمحاسب، فبيشوف الفيتشرز اللي اتعملت دي تناسبه كمحاسب ولا في حاجه غلط. طبعا الناس دي مش قاعده تتصيد الاخطاء او قاعدين في الاخر لما احنا نخلص ويجوا هم يصحوا يقول لك لا احنا مش عايزين كده، لا الناس دي اصلا موجوده في السايكل من الاول، يعني الريكوايرمنتس اساسا بتيجي عن طريقهم، هو بيتاكد ان الريكوايرمنتس فعلا اتعملت صح، وده الفاينل بقى. تمام. الانفايرمنت دي جرت العاده ان احنا نسميها ستيج. الستيج دي المرحله اللي قبل النهائيه، خلاص انا مطلع البرودكت بتاعي على الستيج ده، معناه ان انا عارف اللي هي البروفا النهائيه، دي اخر حاجه خلاص، المفروض ان هو لو تمام يطلع بقى زي ما هو كده، يطلع يروح بقى للعملاء بعد كده. طيب اخر مجموعه، وطبعا دي اهم مجموعه عندنا، الكاستمرز، دول لازم يبقوا شغالين على نسخه ستيبل جدا من الابلكيشن ما فيهاش تجارب، خلاص نسخه تم تجربتها من كل النواحي. في نفس الوقت النسخه دي ما ينفعش يحصل عليها اي انتربشن من اي نوع، وعلى قد ما بنقدر النسخه دي لازم تبقى شغاله باستمرار ما بتطفيش، طبعا على حسب طبيعه الابلكيشن، بس اغلب الابلكيشنز بتبقى عايزه انها تفضل شغاله 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع. الانفايرمنت دي بنسميها برودكشن او ساعات اختصارا بنقول عليها برود، بس احنا لما بنيجي نتكلم ما بنقولش برود، بنقول برودكشن. طيب دول الاربع انفايرمنتس الرئيسيه او الكومون المشتركين اللي موجودين في اي ابلكيشن تقريبا انت ممكن تشتغل عليه. ممكن يبقى عندنا اكتر وممكن يبقى عندنا اقل، كل شركه وحسب احتياجاتها. يعني في بعض الاحيان الستيج دي ممكن تكون اكتر من نسخه، ممكن يكون في كذا تيم شغال ديفلوبمنت مش تيم واحد، فبالتالي كل تيم بيطلع حاجته، فبيطلع اكتر من انفايرمنت كواليتي كنترول، ده بتاع التيم ده وده بتاع التيم ده وده، او ده بتاع الفيتشرز دي ده بتاع الفيتشرز دي. تمام. وبعدين الستيج ده برضو بيبقى اكتر من ستيج، لكن الاكيد البرودكشن واحد. البرودكشن از انفايرمنت دي عمرها ما هتبقى 2 برودكشن او كده، انما الستيجز اللي قبل كده ممكن تبقى اكتر. الديف ده برضو ممكن يبقى اكتر، ممكن كل ديفلوبمنت تيم يكون عنده الانفايرمنت اللي بيشتغل عليها، بس طبعا دي تكلفه مبالغ فيها. احنا اصلا بنحاول ان الديفلوبر يكون عنده على اللوكال ماشين بتاعته كل اللي هو محتاجه، يجرب براحته ويخلص خالص، ولما يجي يطلع على حاجه زي الديف يكون عايزها لفتره قليله، ويكون الموضوع مش لسه بيشوف الدنيا شغاله ولا لا، هو متاكد اصلا انها شغاله، بس هو رايح بقى يشوفها على الكلاود فوق هتبقى شغاله فعلا زي ما هي عنده ولا لا. طيب فنيا بمجرد انك تعمل مجموعه ريسورسز جديده وتشغل عليها نسخه مستقله من الابلكيشن دي كده بقت انفايرمنت. يعني انا جبت عملت شويه ريسورسز جديده وحطيت عليهم الابلكيشن بتاعي، انا كده بقى عندي انفايرمنت. لكن علشان نعرف نفرق بين كل انفايرمنت والتانيه لازم نميز كل الريسورسز اللي موجوده في الانفايرمنت بحاجه تعبر عن الانفايرمنت دي. ابسط واسهل حاجه ممكن نعملها ان اسم الريسورس يكون جزء منه اسم الانفايرمنت. زي ما انت شايف كده مثلا اسامي الريسورسز اللي ظهرت انا بكتب الانيشال بتاع اسم الانفايرمنت او اسمها كله قبل اسم الريسورس، فده بيخليني ابقى عارف والله الماشين دي بتاعت برودكشن، الماشين دي بتاعت كواليتي. ممكن كمان نستعمل التاجز، يبقى عندنا تاج مثلا اسمه env والفاليو بتاعته يبقى اسم الانفايرمنت، واي ريسورس بعمله في الانفايرمنت دي بزود عليه التاج ده. من ضمن البيست براكتسيز اللي احنا بنعملها في المنطقه بتاعه الانفايرمنت دي ان كل انفايرمنت يكون ليها في بي سي مستقل. هو مش مانداتوري، لكن لا يفضل ان كل الانفايرمنت تبقى موجوده في في بي سي واحده، الا لو انا الدنيا عندي قليله جدا وبسيطه جدا ومش محتاجه كلاكيع. بس احنا بنفضل ان يبقى عندي اكتر من في بي سي، كل في بي سي فيها
environment مستقل. طيب في مراحل اوسع من كده. الشكل ده بيعبر عن المرحله دي، وهي ان كل environment تبقى على AWS account مستقل. طيب امازون جت من كام سنه كده وقدمت سيرفيس اسمها organizations، تمام، ودي managed service هدفها ان يبقى عندك اكتر من AWS account تحت اداره واحده. وبالمناسبه انت لو ناوي تحضر لي شهاده solutions architect professional لازم تذاكر الحته دي زي اسمك، لان اغلب الاسئله بتيجي عليها. طيب اللي يخلينا نلجأ ان يبقى عندنا اكتر من اكونت هو درجه العزل بين الانفايرمنتس المطلوبه. في بعض الابلكيشنز فعلا بيبقى مطلوب ان يكون درجه العزل تامه، بحيث ان اصلا كل انفايرمنت يبقى ليها الايام يوزرز المستقلين والاكونت AWS ذات نفسه مستقل. لان كل ما حجم الابلكيشن او السيستم بتاعنا بيكبر كل ما بيحتاج تيمز اكتر تتعامل معاه، ولازم كل تيم يبقى ليه فقط الصلاحيات اللي هو محتاجها مش اكتر ولا اقل. بس لازم الكلام ده يكون مطلوب فعلا، مش مجرد ما تيجي نعمل اكونتس واورجانيزيشن، لا، هو احنا مضطرين نعمل اكونتس واورجانيزيشن، والا هنبقى بنزود على نفسنا حاجات كتير قوي ملهاش اي لازمه. لان خلي بالك وانس ان انت بدات تعتمد على اورجانيزيشن وعندك مالتيبل اكونتس كده بتزود الكومبلكسيتي على الديف اوبس اكتيفيتيز كلها. في بعض الابلكيشنز بتبقى يعني على درجه من الحساسيه، ولا هي جامده قوي ولا هي عاديه قوي، فممكن فقط يبقى البرودكشن على اكونت وكل الانفايرمنتس التانية على اكونت تاني. لكن الوضع المعتاد هو ده الوضع المعتاد في اغلب الشركات اللي هي عامة السوق. احنا عندنا اكونت واحد لكل انفايرمنت VPC مستقلة، واسم الريسورسز بيعبر عن الانفايرمنت دي، واحيانا بنضيف تاج باسم الانفايرمنت لكل ريسورس. طيب وفقا لكلام الكتب النظري فالانفايرمنتس دي لازم تبقى ايدنتيكال، نسخ متطابقة من بعض، وده كلام يبدو منطقي. انا كديفلوبر او كواليتي كنترول عشان اجرب الشغل لازم يكون شغال في بيئه مشابهه للبيئه النهائيه، ده كلام سليم فنيا. لكن تطبيق الكلام ده على ارض الواقع في اغلب الحالات هو للاسف غير منطقي او مش مناسب. كمثال كبير زياده عن اللزوم حاجه زي الفيسبوك. البرودكشن بتاع الفيسبوك ده شغال على عشرات الالاف من السيرفرز ان ما كانش مئات الالاف. مش منطقي خالص ان كل ما ديفلوبر يحتاج يجرب فيتشر جديده يعمل بروفيجن لعشرات الالاف من السيرفرز. وان كان ممكن يحصل، وان كان ممكن يكون فعلا في فيتشر عايزين نجربها على عدد كبير جدا من الماشينز، لكن مش ده الطبيعي. تمام. طيب على مستوى الابلكيشنز الصغيره حتى نفسها، الفاتوره اللي هتطلع من اننا يبقى عندنا اكتر من انفايرمنتس طبق الاصل هتبقى كبيره قوي، وبعض الاحيان ممكن تبقى اكبر من الريفينيو اللي جاي للشركه اصلا. فلهذا السبب في اكتر من استراتيجي ممكن نطبقها للتعامل مع الانفايرمنتس، ممكن استخدم اكتر من استراتيجي مع بعض في نفس الوقت. بس الاكيد ان الاستراتيجي المناسبه هتكون على حسب طبيعه الابلكيشن. طيب ابسط استراتيجي عندنا هي اللي انت شايفها في السلايد دي، ان احجام الريسورسز اللي على النون برودكشن انفايرمنت تبقى اصغر بكتير من البرودكشن انفايرمنت، او عددها يبقى اقل. لو انا على البرودكشن مثلا محتاج 10 سيرفرز، فممكن يبقى على النون برودكشن يبقى سيرفر واحد. لو بعمل تيست معين وليكن مثلا بيرفورمانس تيست او لود تيست ومحتاج الانفايرمنت تبقى بنفس حجم البرودكشن، فده ممكن يحصل بشكل مؤقت ما يبقاش بشكل دائم. يعني ممكن اغلب الوقت نبقى شغالين باحجام ريسورسز قليله، وعند الحاجه فقط نزودها ونرجعها تاني للعدد القليل ده. وده ينقلنا لاستراتيجي تانية، وهي ان النون برودكشن انفايرمنت مش لازم تبقى افيلبل طول الوقت. يعني ممكن في نهايه يوم العمل بعد ما كل الناس خلصت شغل نعمل ديستروي للنون برودكشن انفايرمنتس، سواء بالكامل او اجزاء منها، طبعا على حسب. في حاجات يفضل ان احنا نفضل سايبينها، والله مش هينفع نقعد نعملها كل شويه فخلاص تبقى حاجه زي الداتابيز مثلا فنسيبها مفيش مشاكل، لكن بقيه السيرفرز نقفل. دي كلها قرارات احنا هنقررها على حسب طبيعه اللي احنا بنعمله. بس الاستراتيجي الواضحه قدامنا هي معروفه. في بدايه يوم الشغل اول ما نيجي نبدا، اول حاجه، والشغل والكلام ده هيبقى اوتوميتد برضو، كرييشن دي الانفايرمنتس دي. في نهايه يوم الشغل ديستروي الانفايرمنت دي. ده طبعا هيوفر كتير جدا في الفاتوره. وطبعا الكلام ده محتاج ان الانفايرمنتس بتاعتنا تكون بتتعمل عن طريق سكريبتس. حتى الديستروي يعني الكرييشن والديستروي الاثنين يكونوا معمولين عن طريق سكريبتس، عدا ذلك طبعا هتبقى مأساة. طيب بيئه زي الستيج دي مفيش اي داعي انها تبقى موجوده طول الوقت، دي بنحتاجها قبل ما نعمل ريليز لكود جديد، فممكن ما تبقاش موجوده اصلا ونعمل لها كرييشن يوم واحد لما نحتاج، اللي هو اليوم اللي قبل الريليز او وات ايفر، تمام، وبعدين نعمل لها ديستروي تاني. مفيش اي داعي ان احنا نسيبها شغاله معانا. طيب برضو environment زي الكواليتي في بعض الاحيان بنبقى مش محتاجينها طول اليوم، فممكن نعمل حاجه زي لامدا فانكشن ليها HTTP انترفيس وتبقى زي اون واوف بutton.
استخدمها تيم الكواليتي مثلا لو حب يشغل او يطفي الانفايرمنت. دي استراتيجي. طيب حتى البرودكشن انفايرمنت ممكن نقلل حجمها في بعض الاوقات. طبعا لو احنا معتمدين على فكره الاوتو سكيلينج فاحنا اوريدي بنعمل كده، سواء كان الاي سي 2 او حتى الكونتينرز. تمام، فكده كده حجم الريسورسز بيزيد ويقل حسب الترافيك. لكن لو احنا مش معتمدين على الاوتو سكيلينج فممكن نقلل عدد الريسورسز ونزودها بنفسنا، وده مناسب جدا للابلكيشنز اللي وقت استخدامها محدود. يعني على سبيل المثال الابلكيشن بيبقى خاص بشركه واحده، يعني احنا الشركه اصلا الابلكيشن بتاعنا ومفيش كاستمرز خارجين، لا ده اللي بيستخدم الابلكيشنز ده الموظفين بتوعنا. فاحنا بنستخدمه مثلا على مدار 12 ساعه بالكتير، 8 ساعات كور وممكن ساعتين قبل وساعتين بعد، ف 12 ساعه. وعندنا 12 ساعه الابلكيشن بيبقى غير مستخدم. في الحاله دي لازم نشوف طريقه نضفي بيها اكبر عدد ممكن من الريسورسز. طبعا في يعني الداتابيز مستحيل ان احنا نقفلها خلاص، دي بتاعه البرودكشن مش هنقعد نقفلها ونعملها كريشن، لكن في سيرفرز كتير ممكن تتقفل عادي او تنزل تو ذا مينيمم. تمام. طيب اهم حاجه بقى ان كل الاستراتيجيز دي تطبيقها محتاج شويه تفكير، شويه شغل من الديف اوبس، شويه سكريبتنج كتير، بس لما بيتعملوا صح النتيجه بتبقى ممتازه. كل الاستراتيجيز دي انا اشتغلت فيها قبل كده وشفت نتيجتها، يعني الوضع بيبقى اكتر من رائع. فكره الاون واوف باتن دي رائعه. في شركات مثلا وقت الشغل فيها فليكسبل، فممكن كواليتي كنترول بيدخل في اي وقت في اليوم عايز انفايرمنت يشتغل عليها، فهو معاه فعلا لينك لامدا فانكشن بيعمل لها كول بس، ولما بيخلص بيعمل كول تاني لنفس اللامدا فانكشن وتقفل. وكمان لضمان ان هو ما ينساش، على حسب طبعا طبيعه الريسورسز، بس لو افترض ان هو كان بيفتح اي سي 2 ماشين مثلا، فالاي سي 2 ماشين دي بتفتح وجواها هي نفسها سكريبت بيطفيها بيعملها شت داون بعد 4 ساعات مثلا او بعد 6 ساعات بالكتير، بحيث لو الكواليتي كنترول نسي يقفل الانفايرمنت لا هي هتقفل برضو لوحدها ما تتسابش مفتوحه. وبرضو الاون ديماند اونلي ده موجود، جربناه وزي الفل. برضو المينيمم ريسورسز ان البرودكشن حجمه بيقل بعد وقت معين ويزيد في وقت معين، كل دي نتائجها بالارقام كانت رائعه. التحدي اللي قدامنا بقى دلوقتي هو ازاي نعمل ديبلويمنت بشكل سليم على كل الانفايرمنتس دي، وهنا بقى يجي دور الكونتينيوس ديليفري، وده اللي هنتكلم عنه في الدروس القادمه.